كل اللي اتطلقوا وواقفين لبعض في المحاكم دلوقتي كانوا عاملين فرح وكانوا بيرقصوا وكانوا بيقولوا مستحيل مستحيل ان احنا نبعد عن بعض ابدا. مفيش حاجه ممكن تفرقنا. كانوا فاكرين ان حبهم اقوى من اي حاجه في الدنيا. وكل اللي بيعايروا بعض دلوقتي كانوا في يوم من الايام اصحاب، واكتر من الاخوات كمان. والحاجه اللي بيعايروا بيها بعض دلوقتي كانت في يوم من الايام فضفضه واسرار كانوا بيحكوها لبعض، بس كان بينهم ثقه كبيره قوي. واحد محدش فيهم كان متخيل إنه ممكن يتخان من حد فيهم في يوم من الأيام. وكل اللي شمتان في ابتلاء عندك كان بيواسيك عليه في يوم من الأيام. كان بيقولك استحمل انت قدها، والمؤمن منصاب، وما تقلقش كله هيعدي. ده كان بيحصل لما كنتوا زمان حبايب. وكل اللي ماشي يبوظ في سمعتك ويجيب في سيرتك دلوقتي قدام الناس كان زمان بيقولك ما تاخدش في بالك، كبر دماغك، كل اللي بيتكلم عليك ده غيران منك. وكل اللي فضحك دلوقتي كان زمان بينصحك وعامل انه خايف عليك وبيحميك. وكل اللي بيشتم عليك مع ده ومع ده كان زمان بيشتم اللي يجيب في سيرتك. مش بس كده، ده كل اللي قلب عليك فجأة كان هو أقرب حد ليك. وكل اللي قال عمري ما هسيبك ولا ممكن أبعد عنك أبدا ولا ثانية، سايبك عادي جدا ونسيك أصلا. أقول إيه؟ وكل اللي بيحسدك دلوقتي كان بيدعي لربنا، بيدعي ان ربنا يحفظك من عيون الناس. اللي عايزه اقوله لك بلاش تثق في البدايات قوي. بلاش تدي كل اللي عندك، اصل النهايات بتوجع اكتر بكتير. وبلاش ترفع سقف توقعاتك في الناس اللي انت حبيتهم ووثقت فيهم، اصل اوقات المظاهر بتبقى خداعه. بلاش تثق في حد ثقة عمياء مهما كان الحد ده مين. أنا مش بقولك عيش مع الناس وأنت مخونهم، لا، أنا بس بقولك حرص ولا تخون بالراحة. والأهم من كل ده ضروري جدا قبل ما تدخل حد في حياتك فكر مرة واتنين وتلاتة وعشرة، يا ترى الشخص ده يستحق إنه يدخل حياتي ولا لأ. لازم تتأكد في الأول، اتأكد هو جواه إيه من ناحيتك، بيحبك بجد، بيحبك بإخلاص. خلي بالك ممكن أقرب الناس ليك يكون بيكره لك الخير ونفسه يشوفك مكسور وموجوع وبيظهر قدامك عكس كده خالص، لابس لك 100 وش. والحاجة اللي بتعميك وتخليك ما تشوفش حقيقتهم في معظم الأوقات هو حبك ليهم. أصل مراية الحب عمية. أحب اللي بيحبك وامسك في اللي بيسندك وقت ما تقع. واوعى واوعى تزعل نفسك ابدا على حد ما يستاهلش، حد عملت معاه كل حاجه حلوه وهو ما قدراش. خلي بالك اصل مظاهر خداعه. لو استفدتوا من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. هدايه محمود.